لو جسمك بقى على طول مرهق وتعبان وكل شويه حته فيه توجعك، جسمك بيزعق، انت فاكره انه مجرد مزاج او مود انت فيه دلوقتي، لكن جسمك بيزعق، عايزك تفتحي دولاب وتروقيه. افتحي دولاب المشاعر المكبوته وروقيه قبل ما يتدلق عليك. انا هبه فوزي، NLP لايف كوتش ومؤسسه نادي عن ايجيبشن جيرل، والنهارده هقول لك على علامات توضح انك مكبوته. اخر علامه اهم علامه، كابته مشاعر كتير وهتنفجر فيكي حتى لو بتقولي انا تمام. بتنفجري من اصغر الحاجات، من مشاكل صغيره زي ان اللمبه تتحرق مثلا فتعيطي، صوت حد بيتنفس جنبك بتتعصبي. افتكري ان ده مش انتي، ده المشاعر اللي مكبوته جواكي. اوجاع في جسمك غريبه ومش مبرره من غير مجهود زايد منك، وجع في الرقبه، في كتفك، صدرك مقفول، ده جسمك بيحاول يزعق ويكلمك، لان المشاعر المكبوته دي بتتخزن في جسمنا. قله النوم او نوم متلخبط، ده تراكم افكار ومشاعر مكبوته وبتحاول تواجهك وقت النوم. حساسيه وانفعال من النقد بطريقه مش شبهك حتى لو كان من باب الحب، ده لان جواكي اصوات مكبوته بتحاول تخرج باي طريقه وجاهزه تنط عند اي موقف. احساسك ان في حاجه غلط وانتي مش فاهماها ومش عارفاها، ده البلوك اللي عاملاه المشاعر المكبوته بينادي عليه. اسمعي العلامات دي كويس واعرفي ان مشاعرك مش ضدك، هي بس محتاجه تخرج، محتاجه ان انتي تقعدي تتعاملي معاها صح. اسمعيها قبل ما تنهاري او تنفجري، ودي من اقوى واهم الدروس اللي بنشتغل عليها في النادي بتاعنا في اجتماعاتنا الشهريه. ازاي تتعاملي مع المشاعر الذكريات المؤلمه والمشاعر المكبوته، وازاي تقابلي وتتعاملي مع اي مشاعر سلبيه في المستقبل. النادي بتاعنا بيوفر لك المكان الامن اللي تطلعي فيه كل المشاعر دي من غير اي احكام، ده غير انه بيوفر لك خصم 70% على كل خدماتنا الاونلاين علشان يبقى معاكي طول السنه، فتكوني قادره تبني الشخصيه القويه اللي تقدر تخلق الحياه اللي طول عمرك بتتمنيها. فلو مهتمه تكوني جزء من المكان ده وتغيري حياتك، قولي لي كلمه نادي وهنبعت لك التفاصيل. بس خلاص.